مخلطة الصدمة مع المفاجأة. علاش بالضبط مشات 300 مليون؟ وعلاش بالضبط لحم الخنزير كياكلوه غير الكلاب؟ وعلاش بالضبط دعوة المقهور مستجابة؟ هادشي اللي غادي نعرفو في هاد الفيديو، وغادي تصدموا، واكيد اللي عارفين الحقيقة ما غاديش يتصدموا. خليكم معايا. السلام عليكم خوتي وحبابي، تحياتي لكم من القلب للقلب، وشكرا لكم على التعاليق ديالكم، على لي لايك ديالكم. الله يرحم لكم الوالدين، ما تنساوش لي لايك ديالكم اللي هما مهمين باش نوصلوا الصوت ديالنا وباش توصل كلمة الحق. الفيديو كيطلع بلي لايك ديالكم. الله يجازيكم بخير. وغادي نقول لكم واحد جوج كلمات قبل ما نبدا في الموضوع، اللي هو يعني الاخوان ديالنا والاخوات ديالنا اللي ما كنستطعش انني نكتب لهم تعليق، يسمحوا لي، لان المشاهدات دائما واللايك دائما، لكن الوقت اللي ما نستطعش نكتب تعليق فيعني ساعات لله. واي حاجه قلتها في حقكم فما غاديش نوفي لكم الشكر ديالكم وغاديش نوفي لكم حقكم. وهنايا غادي نعرفوا واحد الحقيقه صادمه ديال هاد السيده هادي اللي مشات عند السيد اللي كتقولوا كيدير الخير وكيعاون الناس. وغادي تسمعوا التصريح ديال هاد السيده هادي، وغادي تسمعوا القميع كيفاش تقمعات، والناس اللي مستحمرين، اللي ما عندهم، ما عرفتش شنو بالضبط عندهم في المخ ديالهم، وكيفاش استقبلتها راضيه. وغادي نعرفوا علاش بالضبط مشات 300 مليون، يعني مشات هباء منطورة. يعني حتى الدعوات ديال الناس والدموع ديال الناس اللي كيوليو من عند الباب، هاد الشيء ماشي مفروض، وهاد الشيء ماشي بزز. ولكن لما كيقولوا لكم، لما يخرج واحد الانسان يقول لكم هذاك عظيم الضمير ونصاب واكبر مجرم على وجه الارض، فخصكم تضيقوا هاد الكلمه هادي، خصكم تضيقوها وما خصكمش ديروا فيها الشك. يعني واحد الانسان لما كتوصل له العظم وكيتفرج في الفيديو وكيشوف واحد الانسان وكيقول هذه هو اللي غادي يساعدني وغادي ينقذني وغادي يدير وغادي يدير، وكيمشي مبني على واحد الامال كيكون كبير بزاف، وكيرجع كيبكي وكيرجع مقهور وكيدعي ان ديك الدعوه ديال المقهور كتكون مستجابه، كتطلع عند الله ديريكت. هذاك الشيء علاش حطيت لكم لحم الحلوف كياكلوه الكلاب بهذا المفهوم هذا. لان منين لو كان ساعدتي دوك المساكين اللي كيجيو عندك ويدعيو معاك، راه ما غاديش تمشي لك 30 مليون. الا كنتي ساعدتيهم، عفوا 300 مليون، ما يمشي لك حتى فرانك. لو كان ساعدتي واحد اللي دق باب الدار يتساعد ويفرح ويدعي من قلبه ويمشي فرحان، مستحيل توصلوا شي حاجه. اللي كيدير هذا الخير هذا مستحيل توصلوا شي حاجه خايبه، مستحيل. لكن حنا شفنا العكس، يجيو الدراوش فرحانين وكيرجعوا كيبكيو. هذاك الشيء علاش يعني راضيه عمر ربي ما غادي يخيبها، لا هي ولا الزوج ديالها. لان الا ما قدروش يساعدوا بالبارطاج او لا ما قدروش يساعدوا ماديا، كيساعدوا معنويا وكيعطيو الوقت لبنادم. وتحيه كبيره ليهم، كبيره كبيره كبيره، الله يخليهم ديما فرحانين. واللي كيخلي الانسان فرحان وكيعطيه واحد الامل، راه ما عمر ربي غادي يخيبه، وربي غادي يخليه دائما فرحان. وكاين بزاف ديال المواضيع غادي نطرقوا لهم. يعني ما بغيتش نطول عليكم هذا الفيديو هذا، ولكن حنا خصكم تعرفوا ما عمرو ما غادي نتخلاو على محمد وراضيه. يعني ما حد الوقت كتجيو حنا كنزيدو نكتشفوا الظلم وكنزيدو نكتشفوا الحقره وكنزيدو نكتشفوا الحقيقه اكثر. يعني ما فهمتش شي ناس كيفاش ما كيعرفوش الحقيقه وكيفاش عميين. وخليكم مع الفيديو، تحياتي لكم. تاني مرة خوتي كنمشي عند دار، يعني كندق باب دارهم، يعني كيقولوا راه ما كاينش. مرة اخرى كما شفتوا معايا في الفيديو، راني صورت فيديو فوق الدار ديالهم ودقيت بابهم، وخرجت عندي مرات خاه، مرات عبد الخالق، وقالت لي ما كاينيش. والصراحه يعني تصدقت، قلت مستحيل، يعني كنشوفهم في كنتبعهم وهذا كيبانوا لي زعما ناس مزيانين وناس ظريفين. ويا خوتي شوفوا، باش تكون يعني بنادم باش تعرفوا
واياكم وتيقوا يعني الانسان يبلغ في اليوتيوب بحال هكا الصور يعني راه مزيان وراه كيعمل الخير وراه فعال وراه هذا وراه هذا. شتو اخوتي، راه الانسان الا ما جربتوشي راسك الراسو راه ما تقدرش تعرفو. راكي الا ما جربتوشي المهم بلا كاميرا بلا حتى شي حاجه من راسك الراسو راك ما تقدرش تعرفو. مشيت اخوتي تاني مره ندق باب دارها وخلصت المركوب ومشيت وجيت ولقيا فيهم الثقه. باش نعاود لكم اخوتي الصراحه ديالي اني انا محتاجه الصراحه، انا ما طالباش منهم يعني يعاونوني بالفلوس ولا يعني يعاونوني ماديا ولا طالبه منهم شي حاجه هما ولا طالبه منهم شي مثلا شي حاجه يعطيوني او راه نعطيو الرزق الله كما رزقهم يرزق واحد اخر، يعني هذاك رزق الله وما كنحسنش على شي يعني يلحقوا ولا هذا الله يزيد من خيره. وبالحق اخوتي هذا الشيء هذا راه ما كاينش، راه ما صدقوش ما تقولوش. راه الواحد الا شفتوه كيفعل شي حاجه قبلت الكاميرا قبلت الناس قبلت العالم قبلت هذا راه ما كاينش. راه انا براسي راني كنت نتبع، المهم تفتحوا القناه ديالهم وانا تابعاهم فاش فيما كنشوفهم يعني كيعاونوا الناس وهذا كنقول انا هاد الناس هذا ما كنت لاقيه فيهم الصراحه ثقه، كنت نقول عالي ما يمكن ليش نمشي لعنده ونطلب منه المساعده وما يساعدنيش. حيتاش ليش كيبان لي واحد الراجل الله يعمر راس العا يبان لي يعني كيساعد الناس يساعد هذا ويساعد هذا. او بالحق السي عالي هذاك الشيء يعني من انا باش تعرفوا كيساعد وكان يعاون الناس ومع الفقراء ومع المحتاجين. حتى كتمشي عنده حتى كتكون راسك وراسو فقط، راسك وراسو فقط اخوتي. اما بين التصاور راه اول ما يفتح الكاميرا اخوتي باش يقول انا نساعد او نقيت لهذا ولا قيت لهذا راه اخوتي تسمى شي حاجه راه ما تقولوش يعني شي حاجه قاها بلا شي. تاني مره وانا ندق باب دارك ولو يكون داكشي اللي كان انا ما طالبه منك فلوس ما طالبه منك تعاوني ماديا ما طالبه منك حتى شي حاجه. انا اللي بغيت نهضر معاك يعني بغيت نتلقى بك يعني تنصحني ولو شي حاجه. انا عاد بديت اخوتي في اليوتيوب راه ما كنعرفش حتى شي حاجه في هذا اليوتيوب. الا كان عندكم شي حاجه اخوتي المشاهدين داخل المغرب وخارج المغرب انا كنطلبكم نصحوني بها. كتبوا لي اخوتي في الكومنتيرات اي حاجه مهم اي حاجه تعرفوها نصحوني اخوتي بها. بغيت ناكل عيط رد الخبز ما خصني حتى شي حاجه، بغيت ناكل عطري ود الخبز انا وولادي بركه. باش نكمل لكم اخوتي مشيت عنده دقيت باب دارو خرجت عندي اختو عزيزه وانا كنعرفها مزيان ومتبعاها هي ومتبعه خاها ومتبعه عائله كاملين عائله الازرق كامله متبعاها انا. باش خرجت عندي وطلبتها ورغبتها قلت لها شوف اختي انا ما خصني منه حتى شي حاجه ما خصني منه ما خصنيش زعما الحمد لله اللهم لك الحمد هذاك الشيء اللي عطاني الله الحمد لله راضيه به الحمد لله. انا بغيت اخوتي غير نمشي عنده يعني هو قالك فاتك بليله فاتك بحيله بغيت زعما نمشي عنده وينصحني نجلس معاه يعني ينصحني لله في سبيل الله ما طالبه منه فلوس ما طالبه منه يعني يعاونني هو ما طالبه منه حتى شي حاجه. هبطت انا وبني الصراحه قد ثقه في راضيه ومحمد عاوتاني هبطت وانا متبعاه من شحال كانوا باقيين اخوتي مره الصراحه وكان عندي فيهم ثقه كنت نقول هذا محمد كيبان لي راجل مزيان الصراحه الله. وهبطت اخوتي عنده وجبرت محمد ما جبرتوش جبرت اخوتي الزوجه ديالو في الدار هي والام ديالها وكان نقول لها شكرا لك اختي شكرا بزاف. ولو يعني الانسان يعطيك عاد كلمه الخير ولو يعطيك عاد دقيقه د الوقت هي دقيقه د الوقت موختو راه كتجيك قد الدنيا وما فيها اخوتي. وهبطت عندها وجبرتها تما مسكينه في الدار وهضرت معايا الصراحه الله وقالت لي شوف انا محمد ما كاينش قال لي محمد ما كاينش وانا يجي ان شاء الله يا ربي
وغنشطوار معاه ونطلب معاه اختي. المهم غنبارطاجي لك القناه ديالك وغننزل النمره ديالك ونشوف. المهم انا شطوار مع راجلي ونشوف دابا خوتي. كنشكرها بزاف بزاف، كنشكرها من قلبي، حتى ولو يعني الصراحه